يا جماعة تخيلوا معايا كده مسلسل كان الكل بيقول إنه مش هيكمل واتهموه إنه بيقلد مسلسل تاني، والناس كانت متأكدة إنه هيتلغي وفجأة بيرجع بموسم جديد. النهاردة معانا كل تفاصيل الموسم التاني عن حلم أشرف، مين انضم، مين مشي، وإيه التغيرات الكبيرة اللي جاية، والأهم إمتى هنشوف أول حلقة. استعدوا علشان عندنا كلام كتير مهم. بس قبل ما نخش في التفاصيل، لو بتحبوا النوع ده من الحلقات ومتابعين معايا اخبار المسلسلات اول باول، دوسوا لايك وسبسكرايب وخليكم متابعين عشان اللي جاي دايما احلى. نجاح الموسم الاول من حلم اشرف كان سبب رئيسي انه يرجع وبموسم تاني جديد، رغم كل الاتهامات اللي طردته انه بيقلد مسلسل تاني، ورغم الشائعات اللي انتشرت انه خلاص مش هيكمل. لكن لا، الموضوع قلب بالعكس، رجع وبموسم جديد اقوى. الموسم الجديد كمان هيكون فيه انضمامات جامده جدا. تنير رومالي داخل بدور باسم، وده عدو جديد لاشرف وهيقلب حياته وحياه نيسان من فوق لتحت. ليفنت اوزريك بدور شخصيه شريره اسمها خضر، واللي شكلها هتكون عامل رعب وتهديد حقيقي في المسلسل. كمان اوبرونيل داخله بدور قاضي، وده بقى اللي وجودها هيخليه يغير شكل احداثه بشكل كبير جدا. لكن مش كله اضافات، عندنا كمان خبر ممكن يزعل ناس كتير. الممثل اللي كان قايم بشخصيه قدير هينفصل عن المسلسل ومن اول حلقه. ازاي؟ بعد ما هيخرج من السجن اشرف هينهي حياته ويقتله، يعني اول حلقه من الموسم هتبقى صادمه، وده بياكد ان الكتاب عايزين يدخلوا الجمهور في اجواء ناريه من اول لحظه. نيجي بقى للسؤال اللي الكل مستنيه، امتى هنتفرج على الجزء الثاني؟ المسلسل هيتعرض بشكل رسمي ومؤكد يوم 7 سبتمبر، وده معناه اننا راجعين للمنافسه الناريه يومها، واللي هتكون ما بين حلم اشرف وبين مسلسلات تانية زي المشردون والمؤسس اورهان، ويمكن كمان شويه مسلسلات من الجديده هتنزل معاهم في نفس الوقت. انتوا عارفين معنى الكلام ده ايه؟ اننا داخلين على موسم كله منافسه شرسه، وده هيخلي الحلقات سخنه من اول يوم. وهنا بقى احب اقول لكم، لو متابعين حلم اشرف من الموسم الاول اكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر مشهد شدكم وقتها، وايه توقعاتكم في التغيرات الجديده. تعليقاتكم هتفرق معانا جامد جدا، ونقاشاتنا هتولع الدنيا. الخلاصه، حلم اشرف راجع راجع، مش بس علشان يكمل القصه، لكن كمان علشان ينافس ويثبت نفسه في وسط الكبار. ويا ترى اشرف بقى هيقدر يسيطر على اللعبه الجديده، ولا الانضمامات دي هتكون سبب سقوطه؟ وفي الاخر، لو الحلقه عجبتكم وحسيتوا انكم استفدتوا من التفاصيل، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وخلينا نكمل النقاش تحت في الكومنتات. هل شايفين ان الموسم الثاني هيقدر يتفوق على الموسم الاولاني، ولا هيفضل بس مجرد محاوله للاطاله؟ الحكايات كتير، واوعوا تنسوا سقراط بس هو اللي عنده الحكايه الصح.